السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر جيمنج في فيديو جديد على قناة مستر جيمنج. طبعا يا شباب، دلوقتي انتوا عايزين تعرفوا انا ليه متأخر عن القناة في التنزيل كده. يعني اولا كده ان انا اتأخرت في التنزيل على القناة بسبب بعض المشاكل اللي حصلت لي، يعني اللي اخرتني شوية عن التنزيل. طبعا في اول شهر في الاجازة المفروض ان انا كنت هنزل باستمرارية في المحتوى، بس يعني متضح ان فيديو شرح قصة حرب العصيان اخد مني شوية وقت. تمام. يعني المفروض يعني كنت لازم نسمع نصيحة بعض الناس ان انا نقسم الفيديو على كذا مرة، بس انا يعني ما سمعتش بالنصيحة، لان انا كنت عايز اخلص الفيديو بسرعة، عشان خاطر انا لو كنت قسمته ما كنتش هنخلص الفيديو ده. فيعني الحمد لله انا خلصته يعني بعد ما تعبت، وان شاء الله الحمد لله الفيديو عمال بيزداد مشاهداته بمعدل بطيء الحمد لله. يعني المهم انه لسه مشاهداته بتزيد، وده الحاجة اللي مفرحاني. المهم طيب انا فين رحت بعد كده؟ انا بعد كده باسبوع كان عندي ظرف كده خلاني اتاخر عن التنزيل. وبرضه كنت عايز اخد راحه من الفيديو ده لانه بجد يعني جاب لي تعب كبير خالص، غير ان هو باظ كذا مره. يعني المفروض كان ينزل اصلا قبل الشهر ده، بس بسبب ان هو باظ كذا مره فيعني يعني اضطريت ان انا يعني اتاخر شويه. المهم اللي حصل بعد كده بقى ان ايه، بعد ما انا خلصت بالاسبوع ده اللي كان عندي فيه ظروف، يعني دلوقتي برضو كنت بدأت نسجل فيديوهات، وبدأت ان انا نعمل فيديوهات كتير، فيديوهات شورتس وفيديوهات طويلة، وكان عندي افكار كتير. بس برضو برنامج كاب كات ما كانش مساعدني ان انا نعمل اي حاجة خالص، ان البرنامج بقى طبعا كله بقى بفلوس، بس انا ما كنتش هنعرف نستغنى عن البرنامج ده، لان هو يعني افضل برنامج للمونتاج حاليا على الموبايل. فيعني كنت هو استخدامي الاساسي، وزائد ان انا كنت بستخدم برامج تانية جنب كاب كات، يعني انها تحجب المزايا اللي بفلوس، على امل انها يعني تحجب المزايا اللي بفلوس في كاب كات. يعني الحمد لله الموضوع ماشي معايا. وبرضه يعني حصلت لي برضه شوية ظروف تانية أخرتني شوية عن التنزيل. كما إن برضه في حاجة يعني كنت عايزة أقولها لكم، هو إن أنا بدأت نعدل على شخصية قناتي اللي هي دي. يعني كنت بدأت نعمل لها تصميم جديد ونخليها أفضل. تمام. يعني الموضوع هي برضه كان بياخد مني شوية وقت، ولسه مخلصتهاش يعني بسبب بعض الحاجات التانية برضه اللي أنا كنت بعملها في القناة، زائد يعني إن أنا كنت متكاسل شوية عن موضوع القناة ده. يعني انا كنت المفروض ان انا ننزل على طول من بعد فيديو تحليل حرب العصيان باسبوع، بس يعني الكسل خدني وحرفيا انا قعدت ان انا بني ادم كسول، فده اخرني برضو اسبوع كمان من ناحية ان انا التصوير وكده. تمام. زائد برضو ان عيني تعبت شوية، يعني فاضطريت ان انا اريح برضو لفترة. واهم سبب برضو اللي هو كان ممكن يخليني ان انا نعتزل اليوتيوب نهائي، وهو مش ان حد مثلا جه انتقدني، لا، هو ان جهازي صحتني يوم من الايام، مش يوم من الايام يعني، هو من كام يوم كده صحيت، يعني لقيت الجهاز ضارب حرفيا، شاشته ضاربة. وده كان ممكن يكون سبب في ان انا نتأخر او ننعدم في تنزيل الفيديوهات، وحرفيا يبقى مستر جيمنج ده ذكرى، والكل ولا حد يعرف عني حاجة حرفيا. بس الحمد لله يعني صلحت شاشة الجهاز، والحمد لله بقى سليم. وان شاء الله يعني هنرجع لتسجيل الفيديوهات قريب، وان شاء الله الفترة الجاية دي تبقى من احلى الفترات على القناة. يعني سامحوني برضو في موضوع التنزيل ده، انا عارف ان انا غيبت وقصرت في موضوع التنزيل، بس ان شاء الله كل ده يتعوض في الفيديوهات الجاية. وان شاء الله فيديو اسئلة المتابعين ينزل بعد نزول الفيديو ده بيوم لو ربنا شاء يعني. وبس كده، وكان معاكم مستر جيمنج، وبيس.